اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخواتي واصحابي في الله عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وعلى خير، وتكون حياتكم كلها خير وسعاده. النهارده انا هعمل المكرونه المصريه. طبعا انا قبل كده قلت لكم اني عمه ولادي عايشه في ليبيا، فانا قلت لها لا بقى هنغير بقى، سيبي المكرونه الليبيه وتعالي بقى كلي معانا المكرونه المصريه، وجنبها كمان الفراخ المقرمشه بتاعتنا الحلوه. هنعمل لها النهارده الغدا الجميل دوت. وكمان عايزه اقول لكم على حاجه، ان انا ابتديت احوش علشان اجيب يميش رمضان. بقالي كام يوم بحط كده، بصوا، في برطمان، في علبه، في اي حاجه عندك. تمام. يعني يوم بحط 2 جنيه، يوم احط 3 جنيه، يوم احط 5 جنيه، يوم هحط 10 جنيه. كل يوم هحط اللي ربنا قاسمهولي من زياده في المصروف يعني، علشان طبعا لما يدخل عليا رمضان اجيب اليميش اللي انا عايزاه من الحصاله دي. هنبقى نفتحها مع بعض ونشوف احنا حوشنا كام وهنجيب ايه بيهم. تمام. وبكده ابقى برضو وفرت جزء كده معين اللي هو اليميش جبناه. وطبعا هنبتدي حتى ان احنا نشيل من الخزين بتاعنا، مثلا المرة دي الاسبوع دوت كيسين سكر، الاسبوع اللي وراه كيسين رز، الاسبوع اللي بعديه كيسين مكرونة. هتلاقي وفر عندك في رمضان، وهتلاقي خير كتير عندك في رمضان موجود عندك، وهيوفر معاكي كمان في الفلوس. تمام. صلوا على الحبيب المصطفى سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وما تنسيش تحطي اللايك يا حلوه انت وهي، عشان الفيديو يترفع بيكم ومعاكم، والقناه تكبر بيكم ومعاكم. وتعالوا نسمي الله ونبتدي نشوف احنا هنعمل ايه. بصوا هنا انا كنت حاطه حله على النار عشان طبعا هسلق فيها المكرونه بتاعتي. انا هعمل مكرونه اقلام زي ما انتم شايفين كده، او اي نوع بقى انت بتحبيه تفضليه اعمليه. طبعا المكرونه بصوا اهي الميه بتغلي، هي هنزل فيها المكرونه. تمام. لو انت طبعا عارفين ان احنا بنسوي المكرونه 3/4 سلقه، يعني 3/4 سلقه والربع الاخير مع الصلصه. تمام. وانا هسيبها اهي بقى كده، احطها واسيبها بقى لما تتسلق، ونروح نعمل مع بعض كده تتبيله الفراخ بتاعتنا. بصوا هنا انا معايا دي صدور الفراخ، انا مقطعاها استريبسات ومقطعاها حتت صغيره كده، لان احنا هنعملها كريسبي كده وهتبقى مقرمشه وجميله. طب احنا عايزين ايه للصدور الفراخ دي؟ عايزين لها هنا بصوا بصل بودر، توم بودر، كزبره، فلفل اسمر، 7 بهارات او بهارات مشكله، او اي بهارات بقى انت بتحبي تحطيها، بس انا بحب احط لا 7 بهارات لا بهارات مشكله. تمام. ومعايا كمان 2 من الماجي. ماشي. ومعايا شويه من الخل بقد بالظبط كده، معلقه صغيره من الخل. تمام. هنعمل ايه؟ هنحط البهارات بتاعتنا دي كده كلها على بعضها زي ما انتم شايفين كده، هندخل كله في قلب بعضه اهو كده. وهاخد نص البهارات دي هنزلها على الفراخ بتاعتي، وهحط عليها الملح في الاخر اهو كده بالشكل ده. انا ليه ما حطيتش الملح هنا عليهم؟ علشان انا هاخد بس نص البهارات، يعني مش هاخد البهارات كلها، عشان النص التاني هستخدمه في حاجة تانية اهو كده بالشكل ده. طبعا البهارات دي بتغير من طعم الفراخ وبتخليها بسم الله ما شاء الله جميلة جدا. وكمان بقى لو عندك روزماري وحطيتيه عليها بيفرق معاكي في الطعم جامد جدا 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 اهو كده. بصوا هقسمهم بقى بالنص كده، نصهم كده اهو كده، النص اهو والنص اهو. هنزل بالنص ده على الفراخ بتاعتي دي اهو اهو كده بالشكل ده كده. وهحط الملح وهقلبهم وهسيبهم بقى ايه انتي وراحتك، ساعتين ساعة، لو مستعجلة عليها يبقى بكتير قوي ساعة. ادي الملح بتاعي. طبعا انا الفراخ دول 1.5 كيلو فراخ، يعني 1.5 كيلو صدور اهو. وهحط واحدة من الماجي عليهم اهي بسم الله بالشكل ده كده اهي. طبعا لو في فورية بتبقى احسن، هي دي بصوا يعني دي بتتفك بسرعة، بتتفرج بسرعة معاكي اهو كده. وهنزل كمان بشوية الخل بتوعي اهو، وهديها بقى تقليبه كده بالتوابل بتاعتنا دي، وهسيبها حوالي ساعه كده تتبل مع نفسها كده، عبال ما نعمل ايه المكرونه بتاعتنا والصلصه بتاعتنا ونجهز حاجتنا. كمان هنجهز مع بعض الدقيق اللي احنا هننزل فيه الفراخ بتاعتنا دي. تمام. انا هقلبها كده وهسيبها شويه.
طبعا هنا المكرونه على النار، من وقت لاخر تقلبيها علشان ما تلزقش منك في الحله اللي انت بتعملي فيها. تمام. والمكرونه ما بتاخدش غير 8 دقايق على النار بكتير قوي 10 دقايق، طبعا على حسب نوع العجينه بتاعه المكرونه. زي ما انتوا شايفين يعني الواحد دلوقتي حتى السايبه، انا كنت بستعمل السايبه بطلت اجيبها لاني بقى نوع العجينه بتاعتها مش حلوه وبتفرفت وبتعجن وبتبقى وحشه قوي، فلجأت بقى اجيب الكياس تاني. بصوا انا هنا حطيت طبعا الحله اللي انا سلقت فيها المكرونه هي نفس الحله اللي انا هسبك فيها. هنا انا حطيت اهو دول 3 بصلات خرطتهم وهحط عليهم حبه من الزيت اهو. تمام. وكمان هنديهم بقى تقلبتين كده نشوحهم بس حاجه بسيطه كده، مش عايزه لونها يتغير ولا حاجه، انا بديها بس تشويحه كده بسيطه. طبعا انتوا عارفين المكرونه بالبصل بيبقى طعمها جميل جدا، وانا ليه مخرطه بصل ياما لان هم 4 اكياس من المكرونه يعني بيعادل 2 كيلو الا ربع مكرونه. هنا والبصله كده بصي بنشوحها كده تشويحه بسيطه. هنعمل ايه؟ ممكن نجيب فصين من الثوم ونخرطهم عليها كده صغير، هيفرق معاكي في الطعم خالص، هيبقى الطعم مختلف اهو زي ما انتوا شايفين كده. ادي فصين من الثوم خرطيهم بقى حلقات، تخرطيهم صغير زي ما انت عايزه تعملي، بيدي طعم للمكرونه جميل جدا جدا بالشكل ده كده اهو. وهشوحهم طبعا مع البصله كده اهو، وكمان مع فص ماجي. ادي واحده ماجي ونديها بس تشويحه كده بسيطه، قلنا مش عايزين نغير لونها. اخدت كده تشويحه بسيطه، هعمل ايه؟ هنزل بالفلفل الالوان بتاعي. ممكن تحطي اخضر بدل الاصفر، ممكن تحطي الاخضر بدل الاحمر، المهم ان انت تقدري تشكلي فيه زي ما انت عايزه اهو بالشكل ده كده. ننزلهم اهو وهديهم بقى تقليبه كده، وكمان هنحط لهم كيسين من الصلصه او معلقتين من الصلصه، اللي عنده برطمان بيستخدم، اللي عنده اكياس بيستخدم، اي حاجه عندك استخدميها. زي ما قلنا قبل كده مفيش حاجه بتقول لا ابدا، وطبعا دي امكانيات كل واحد بيعمل على حسب امكانياته. فزي ما انتوا شايفين كده اهو ننزل بس بقيه الصلصه بتاعتنا ونديها تقليبه بقى كده. تطلع معاكي مكرونه مختلفه وبطعم جميل زي مكرونه المطاعم بالظبط. هننزل بقى بايه؟ بالبهارات بتاعتنا. هنحط بقى بهارات مشكله او ال7 بهارات بتغير برضو من الطعم. تمام. وكزبره ناشفه اهي، وادي حبه كزبره كمان بتخلي طعم المكرونه جميل قوي، وشويه من الفلفل الاسمر. ولو عايزه تحطي شطه حطي، يعني ده اختياري الشطه، بس انا طبعا مش بحط حامي علشان خاطر ولادي، مع ان الليبيين بيحبوا المكرونه حاميه جدا وبياكلوا الحامي جدا، بس انا مش بحب احط بصراحه حامي عشان ولادي بقى هي ايه تبقى عمتهم ترش عليها شطه لو عايزه. وهنقلبها كده وهسيبها بتاع بالظبط 5 دقايق كله يدخل في قلب بعضه كده وتتسبك. هنا بصوا انا سبتها اتسبكت اهي شويه زي ما انتوا شايفين كده. هعمل ايه؟ هنزل عليها بقى بعصير الطماطم اللي انا ضربته في الخلاط اهو، وهديها بقى تقليبه كده، وبقى هسيبها بقى لما تتسبك كلها مع بعضها عشان انزل عليها بقى المكرونه بتاعتي. ما تنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. انا بقى هحضر للكفر بتاع الفراخ بتاعتي. بصوا دول كوبايتين من الدقيق لجميع الاستخدامات يعني، ودي كوبايه من النشا. الكوبايه اللي هتعايري بيها الدقيق هي لازم نفس الكوبايه اللي تعايري بيها النشا. تمام. هحطهم كده على بعض اهو، وهنزل ببقيه البهارات النص الباقي من البهارات بتاعتي عليه كده، وكمان هحط ملح لاني انا ما حطيتش ملح طبعا غير على الفراخ بس. ادي اهو معلقتين من الملح، مش هكتر عشان لسه هنحط واحده تاني من الماجي بتاعتنا اهي.
هنقلب بقى كل ده كده في قلب بعضه، وهيبقى هو ده الكفر بتاعي بتاع البانيه. وهنبتدي بقى نعمل كده الكفر بتاعنا ونشتغل. هنا بقى بصوا حطيت كوبايه من اللبن وعليها 2 من البيضه ومعلقه من الخل، وهبتدي بقى ايه اضربهم كده مع بعض. بصوا انا هنا فرشت ورقه فويل لاني طبعا مش عايزه الدنيا تتبهدل، وفي نفس الوقت عشان هرص الفراخ عليها علشان ما ينفعش تحطيها وتلزق في بعضها. تمام اهو كده. ندخل بس البيض في اللبن كويس كده. احنا تمام. نعمل ايه بقى؟ نسمي الله كده وناخد من الفراخ بتاعتنا نحط كده في الدقيق اهو، وهنزل في اللبن بتاعي كده وهرجع تاني احط في الدقيق اهو بالشكل ده كده، وهركنها هنا كده على جنب. نعمل ازاي برضو تاني اهو. بصوا في الدقيق احطها كده في الدقيق، وبعد كده انزلها في اللبن بتاعي كده، وبعد كده ارجعها تاني في الدقيق. ماشي. انا بقى هخلص بقى الكميه اللي معايا، وطبعا هوريها لكم بقى لما اجي اقليها بقى واوريكم جمالها. بصوا بقى هنا حبايبي التسبيكه اهي اتسبكت. بصوا بسم الله ما شاء الله بقى حاجه جميله جدا. هنروح نجيب بقى المكرونه بتاعتنا علشان ننزلها في التسبيك. هنزل بالمكرونه بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا نازله مفرفره ازاي، جميله جدا جدا اهي زي ما انتم شايفين اهي. بصوا نازله سليمه ولا متكسره ولا فيها اي حاجه خالص. بقى قلبنا المكرونه. بصوا بقى الجمال والحلاوه بتاعتها بقى يعني حاجه بسم الله ما شاء الله. انا طبعا هوطي عليها النار ونقلي مع بعض الفراخ بتاعتنا. هنا بصوا انا حاطه زيت على النار اهو ابتدى يقدح. هننزل بقى فيه الفراخ بتاعتنا كده بسم الله اهو. طبعا مش بتملي الطاسه بتاعتك علشان تتحمر معاكي كويس. خد واحده كمان وخلاص على كده اهو. انا طبعا هسيبهم يتحمروا وهوريكم لما اجي اقلبهم لونهم عامل ازاي. بصوا بقى انا هنا قلبته. بصوا اللون الذهبي بقى الجميل الخطير دوت، والكفر زي ما هو ما حصلوش اي حاجه. انا هخلص بقى كله وهوريكم في الاخر الفينش بتاعنا ايه. بصوا بقى هنا خلصنا الفراخ بتاعتنا اهي. سامعين بقى الصوت بقى والجمال والقرمشه، وكمان المكرونه بتاعتنا الجميله. بصوا حاجه بسم الله ما شاء الله. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناه لو اول مره تشوفيني، ويوصلك مني كل جديد. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.